حصل نوع من التردد الطفيف يعني. انما انا تردد ليه؟ بسبب الموقف الامريكي ولا بسبب الموقف الامريكي، لان قال لهم هننسحب. وطبعا عندهم حق لما قال لهم هننسحب، والمنظمه دي في قلب باريس، وبعدين يعني لما تنسحب يعني 22% من الميزانيه، طب مين يدفعها؟ فرنسا؟ ما هو طبعا يعني لا كمان لما يبقى هيكلفها 22% من ميزانيه اليونسكو، لا يشوفوا حد تاني. لكن لما يلاقوا انه في النهارده تفهم للموضوع بشكل اخر، تاكد لا فرنسا مش هتتاخر عن دورها، تاكد لاسباب انه انا في صالح فرنسا. انا راجل عشت في فرنسا فتره طويله، ويعني انا اعتبر من الفرنكوفونيين اكثر اقترابا من المرشح البرازيلي مثلا يعني. والله المرشح البرازيلي لا موجود بقاله 10 سنين في كنائب اليونسكو موجود وكده، وبعدين بيحظى بدعم اليابان دلوقتي. يعني انا في رايي ان العالم لازم ياخد طعم جديد. يعني هو موجود ونائب المدير واشتغل وكده، محتاجه حاله جديده. هو اليونسكو مبني على فلسفه مستقره ومستمره. ما فيش شك ان ايقاع المدير بيختلف من مدير لمدير، لكن الموضوعات الاساسيه موجوده، لها الاقسام اللي بتبحث فيها. وما فيش شك ان كل رئيس المنظمه جه ادى للمنظمه افكار وعمل بدليل استمرارها الى الان، ودول بيعتبروها بالذات اليونسكو هي جوهرة الأمم المتحدة، يطلق عليها كده. إذا بالتالي ده لأنها متصلة بالإنسان، متصلة بالإنسانية، ومتصلة بأشياء كثيرة جدا. فالطعم المدير بيغير. فبالتالي أنا في اعتقادي أنه في شك أنه كل واحد متقدم إذا هو عنده كفاءة، وأكيد يعني. إنما بتجد بقى هل كفاءة يعني قد ايه ما تفرقش كتير، انما اللي يفرق بقول السياسة، وتفرق المصالح، وتفرق حاجات كتير تانية بعد كده. انما لما تيجي في التصور المطلق العام يعني ما احنا عايزين نجدد، اي حد يقول لك عايزين نجدد. واحنا بنتمنى لك التوفيق بالفعل، ونتمنى لمصر التوفيق في هذا المنصب. مررنا على موضوع القدس واعتبارها عاصمة للثقافة في هذا العام، مع ما يحدث الآن في هذه اللحظات في هذه الأيام مع القدس من قبل إسرائيل. ما هو الموقف المصري المتخذ؟ ما الذي ينبغي على مصر أن تفعله؟ ماذا يمكن للمثقفين المصريين أن يقدموه في هذا الإطار؟ والله شوف، احنا كنا مشتركين طبعا. هي كان انا جات لي دعوه، بس معروف تماما ان انت عارف الموقف اللي هيبقى موجود ازاي بالنسبه تروح وتقف وما تخشش وكلام بشكل هيبقى يعني غير كريم يعني. لكن كان انا الحقيقه كنت مرشح الدكتور صابر عرب والدكتور انور من العلاقات الخفيه الخارجيه على اساس انهم يمثلوا مصر وبعض النشاطات اللي موجوده. طبعا جاءنا ان هم يعني الدكتور صابر عرب رفض، مع ان الباسبور ماشي وكل حاجه مظبوطه والباسبورين اتقدموا في نفس الوقت. رفض من قبل السفاره يعني ما تفهم. فقال لي انا مش عارف الموضوع ازاي. قلت له خلاص، بالرغم من كده يعني انا مش هتراجع عن التمثيل. لو انور ابراهيم دخل فليدخل. يعني ايه؟ ما هو ده معناها يمكن حد بيضايقهم عشان ما يخشوش، ما يشتركوش. مصر اصلا تشترك باي حد هتبقى لها طعم اخر يعني. وده متوقع، يعني متوقع تماما، لان هم بيعتبروا ان لو اتعملت القدس يعني عاصمة للثقافة العربية ده موقف يعني صعب. هل بتعتقد ان الاجراءات التي تحدث على الارض الان في القدس من عمليات تدمير، من عمليات انتهاكات مستمره، تصعيد هذه الوتيره هذه الايام، هو رد فعل على اختيار القدس كعاصمه للثقافه العربيه؟ هل هو شكل من اشكال الرسائل التي يريد اوصالها للاطراف الاخرى؟ طبعا، يعني اي شيء بيبقى خارج رغبه اسرائيل الكامله 100% وحته زياده كمان من عندنا مش هيمر موضوع يعني هي اولا لان هي زي ما انت شايف ان اسرائيل دي بقعه موجوده في وسط محيط عربي كبير جدا. في شك خوفها على نفسها غير اي دوله ثانيه، حتى غير فلسطين. يعني انت ما تيجي تلاقي ايه، مين هيخاف اكتر؟ الاسرائيليين بكل ما يملكوا من عتاد ومن قوه ومن
ولا الفلسطينيين؟ لا، الفلسطينيين مش هيخافوا قد هم بيخافوا. الخوف على كيانهم بيخليهم طبعا يتصرفوا حاجات يمكن تطلع اوفر شويه، انما التانيين حاسين ان دي ارضهم واتولدوا فيها وما لهمش حته ثانيه غيرها وكلام بالشكل ده، فتجد ان في اطمئنان واستقرار نفسي بالرغم في العذاب اللي هم فيه، وبالرغم من الاضطهاد اللي هم فيه، وبالرغم من يعني الناس بتدور على يوم مسالم ويوم جميل يعيشوا فيه ويكبروا الاطفال. فانا عايز اقول انه هي خوفها في المنطقه اقوى من خوف الفلسطينيين اللي هم يعني عندهم دحض فظيع جدا من قبل اسرائيل. طب خليني اعود مره ثانيه الى موضوع الثقافه المصريه بشكل عام، ونحن الان في وسط هذا الكنز في الحقيقه مره اخرى. هل يمكن القول بان احنا لدينا حصر واضح ودقيق لما نملك من اثار في مستوياتها المختلفه؟ هل لدينا طبعا مثل هذا الحصر؟ لا امال ايه، طبعا عندنا ومسجل كل اثر في مصر سجلناه. عندنا اطلس الاثار في مصر اللي عملناه في كل منطقه وكل اثر يعني معمول له كل التوصيفات الكامله ورسوماته الفوتوغرامتريه ايضا، بحيث ان لا قدر الله يحصل لحاجه الاثر نعيده في رسوماته الفوتوغرامتريه. ما فيش اثر في مصر مش متسجل الا لما يكون مش بتاعنا وما احناش عارفين عنه حاجه. يعني ممكن تلاقي حد مثلا عنده ملك وكاله، والوكاله دي مستخبيه في حته لكنها اثريه، بس دي ملك بتاعته. طيب المقتنيات او الاثار المصريه او ما لها قيمه في التاريخ المصري لا تقف فقط عند حدود التاريخ الفرعوني والتاريخ القبطي والتاريخ الاسلامي، ولكن هناك الفن المعاصر، ما نمتلك من فنون معاصره كثيره. السؤال هو هل لدينا نحن هذا الاهتمام بتلك الفنون المعاصره؟ هل لدينا حصر لتلك الفنون؟ ما نمتلك من مقتنيات يمكن تسميتها بالقيمه او وصفها بالقيمه، هل لدينا مثل هذا الحصر ايضا؟ طبعا. اقول لحضرتك هي يمكن يعني انا سعيد ان في التلفزيون يتقال الكلام ده، لان ده برضه واجب التلفزيون انه يطرحه على المجتمع. يعني احنا عندنا الاتي، عندنا لما نيجي نتكلم عن الثوابت والمنقوله، الثوابت زي احنا ما شايفين ده مش موجود، اما المنقول فهو الاشياء اللي بتنقل، قطع اثريه يعني لوحات او تماثيل او الى اخره، اي شيء من الاشياء. عندنا كم هائل جدا وتنوع رهيب. ده طبيعي. تنوع في المتحف اللي ورانا ده متحف النسيج المصري. النسيج، ودي فكره جات لي كده، يعني انا بالصدفه كنت في متحف لقيت نسيج كده وبتاع، الله ده الفرعوني، طب عندنا قبطي وعندنا اسلامي، طب ما اعمل متحف يبقى متفرد في العالم للنسيج المصري، يحكي النسيج الفرعوني والنسيج القبطي والنسيج الاسلامي، ويبقى عندي ودي كلها مسائل كانت موجوده في الدراج، يعني ما كانتش هتستعمل في طلع منها عينه او اتنين. النهارده اتفرج على المتحف ده متفرد واحد كده في العالم، يعني التاريخ متنوع، فرعوني قبطي اسلامي. شوف بقى عندك المتاحف الاثريه في كل مصر، يعني يمكن احنا اقلنا 17 متحف وشغالين في 13 او 14، غير المتحف الكبير ومتحف الحضاره. دي المتاحف الاثريه. عندنا المتاحف التاريخيه، عندنا المتاحف الفنيه. متاحف